قال سافرت للعمرة ولم يقف السواق في الميقات، وأنا الآن في جدة، فهل أذهب المدينة زيارة ثم أحرم من ميقات المدينة؟ تخرج إلى أقرب ميقات، وإن كان ميقات بلدك الذي تجاوزه هذا صاحب السيارة قريب فاخرج إليه، ولا تحتاج أن تذهب إلى المدينة وأنت قد جئت ناويا للعمرة ومررت بالمواقيت تريد أن تحرم ناوي للإحرام، فلا تذهب إلى المدينة ثم تأتي بالعمرة، فاخرج إلى أقرب ميقات. إن كان ميقات البلد الذي تجاوزه هذا الرجل بعيد وفيه مشقة فاعمل بقول الحنفية، فاخرج إلى أقرب ميقات ولا تحرم من جدة، فإن جدة ليست ميقاتا لك، وإنما هي ميقات لأهلها ولمن أقام بها من غير أهلها من أهل الأعمال أقاموا بها يعملون فيها، فجدة ميقات لا يحتاج يخرج إلى ميقات بلدانهم. وهكذا لمن قدم عليها وليس له ميقات يمر به، وليس هناك ميقات يمر به، فإذا وصل جدة يحرم من جدة. وأما من كان بالطائرة يمر على ميقات فيحرم من هذا الميقات الذي يمر عليه، من كان بالباخرة يمر على ميقات فيحرم من الميقات الذي حادته الباخرة. فجدة ميقات لأهلها فقط، ولمن نزل بها، ولمن قدم عليها في الجو أو في البحر وليس له ميقات يمر به فيحرم من جدة. وما عدا هؤلاء فليس لهم أن يحرموا من جدة، ولا يجوز لهم أن يحرموا من جدة. فمن وصل إلى جدة ومر بميقات يخرج إلى الميقات الذي تركه إن استطاع، فإن كان يشق عليه لبعد الميقات الذي مر به ابتداء فيخرج إلى أقرب ميقات ويحرم منه، ولا يحرم من جدة، لأن جدة ليست ميقاته.